أولا الحركة الإرهاب في صعده لم يستطيعوا حتى الآن أن يبلوروا ما هم ومن هم. لم يستطيعوا أن يتبنوا حتى الزيدية في حد ذاتها. بداية حركاتهم وملزماتهم وملازمهم وأدبياتهم لا تمت إلى الزيدية بصلة مطلقا. يعني هم الآن يحاولون أن يركبوا اسم الزيدية من بعد أن ولى حسين. في أيام حسين لم يتكلم حسين عن الزيدية مطلقا، ولم يرى في الزيدية مخرجا لمآربه. فالقضية بعيدة كل البعد، إذا جاز التعبير، الظاهرة الحوثية، وأنا لا أميل إلى التسمية حتى الحوثية، يعني لأنه الحوثية هي اسم أسرة في اليمن انتشرت على بقاع اليمن. هذه حركة إرهابية تطرفية ارتكزت مع الأسف الشديد على مبدأ الاصطفاء. وإذا كنا نركز على أن نقدح في الاصطفاء الإلهي وفي كل من يريد أن يصطفي الناس باسم أهل البيت أو باسم أهل البيت، نحن نقدح لأننا نرى أن هناك فتنة تتعرض لها في شمالنا، في جبال مران وجبال رازح. في هذه الفتنة ترتكز على مبدأ الاصطفاء، ولذلك نحاول أن نكون أكثر وضوحا في أن ننكر إنكارا واضحا مبدأ الاصطفاء